ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم فيديو جديد وروتين جديد. حابه اشكركم على اخر فيديو. التفاعل بتاعكم كان حلو قوي، حطيتوا لايكات كتير قوي. كل اللي كتبت تعليق وشجعتني، الهي يا رب ربنا يكبر بخاطرك. طبعا انك تعلقي لحد وتشجعيه وتجبري بخاطره، خصوصا لو هو بيقدم محتوى يستاهل الدعم، دي طبعا حاجه كويسه جدا. التعليقات فرحتني جدا. مستنيه تعليقاتكم برضو على الفيديو ده بقى. بصوا هيعجبكم جدا، في حاجات انتوا بتحبوها، المشتريات طبعا. شاريه ايه؟ شاريه كوشن للانتريه وللركنه. تعالوا نشوفهم مع بعض. هنشوف النهارده بتوع الركنه، والفيديو الجاي ان شاء الله نشوف بتوع الانتريه. يلا بقى، لو اول مره بتشوفي قناتي اشتركي فيها وفعلي زر الجرس على الكل، عشان كل ما اعمل فيديو جديد يوصلك اشعار بيه. ولو الفيديو دوت عجبك وهتستفادي منه، حطي لي لايك واكتبي لي تعليق كده يدعمني ويشجعني ان انا اكمل. يلا بقى نشوف كده اول حاجه الكوشن مع بعض، ونشوف الروتين اللي احنا هنعمله في الاوضه. بصوا، اول حاجه هسيب لكم الصفحه اللي انا شاريه منها الحاجات ديت. هسيب لكم الصفحه ديت اللينك بتاعها في اول تعليق هسيبه. بصوا دول اللي انا جايباهم للركن، هما طبعا برضو يمشوا مع الانتريه، يعني ايه، هنبقى نبدل كده مع بعض. تعالوا نشوف بقى الجمال في الطعامة والالوان الحلوه. بجد الوانهم حلوه قوي، بحب الالوان دي. بس اول حاجه شايفين الخامة قطيفة تركي، خامة حلوة جدا، لونها ما بيغيرش، شكلها طبعا حلو جدا. تعالوا نشوف الرنر. بصوا الرنر بتاعها، بصوا الحرف بتاعه عامل ازاي. بجد الخامة حلوة جدا، والسعر بقى يعني بصوا مش هتصدقوا اصلا. السعر قليل جدا بالنسبة للأسعار اللي بنشوفها. طبعا دي ولا دعاية ولا أي حاجة، ده مكان أنا اشتريت منه بسعر كويس، وأقول لكم عشان تستفيدوا. ما بعملش اعلانات ولا بعمل دعايه لحد، انا بفيدكم بس بالحاجه اللي انا جبتها بسعر كويس، وانتم متعودين على كده في كل الفيديوهات يعني. عارفين ان انا بحب اسال على حاجه مره واتنين وتلاته. انا من النوع ان هو لما بعوز اشتري حاجه ما بشتريش كده وخلاص، لا لازم أنا اسال مره واتنين وتلاته. طبعا بجيب افضل سعر وافضل خامه برضه. بصوا تحفه. بصوا الالوان، يعني بصوا متحمسه جدا ان انا افرش الركنه عشان نشوف شكلها. دي بقى علبه للمناديل. طيب الطقم عبارة عن ايه؟ 3 كوشنات، العلبة بتاعت المناديل، والرنر. سعره عامل كام؟ سعره عامل 200 جنيه. انتوا متخيلين السعر؟ يعني سعره قليل جدا. طبعا انتوا اكيد عارفين اسعار الحاجات دي. اقل حاجة طقم زي دوت بيبقى في ال300 وانتوا طالعين لفوق يعني. يلا بقى ندخل على الأوضة، نشوف روتين سريع كده فيها، ونفرش لها الحاجات الجديدة كده. عايزين نحس بجو الشتا بقى يعني. هي الألوان دي بصوا يعني تمشي شتاء وتمشي صيف، تمشي الوان كده دافيه، وتمشي برضو الوان كده زاهيه للصيف، يعني عادي. احنا هندخل الجو للجو الشتوي. تمام كده. يلا بقى حطوا له لايك للفيديو، ويلا ندخل على الاوضه نشوف هنعمل فيها ايه. اول حاجه كده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. احنا هنعمل روتين كده سريع في الاوضه. هنركب الكوشن الجديده اللي احنا جايبينها. طبعا الشكل هيتغير تماما، هتشوفوا معايا دلوقتي. عايزه اطلب منكم بقى تشجعوني كده بلايك، ويلا نبتدي الروتين بتاعنا. اول حاجه شلت الترابيزه كده، وشلت الحاجات اللي كانت موجوده عليها، وطلعتها بقى بره الاوضه خالص، عشان طبعا هشيل الحافظه بتاعه السجاد وهتتنفض. دي الزرعة اللي كنا غسلينها في الروتين اللي فات. المهم بقى بدلت كده الزرع. انا على طول اي ديكورات في البيت مفيش ديكورات ثابته لمكان معين، يعني ببدل كده الديكورات من مكان لمكان. التبديل دوت، او انك تحركي مكان حاجة او تبدلي مكان حاجة مكان حاجة تانية، ده بيدي كده طاقة ايجابية، ما تحسيش بملل ولا بزهق من البيت. انا اول ما احس ان انا هزهق او حاسة ان الشكل كده بقى ممل، ببتدي ان انا اغير كده ايه، حاجات بسيطة بس بصوا بتفرق فعلا. المهم بقى تعالوا نشوف بقى جمال الكوشن الجديدة. بصوا الالوان حاجة كده قمر قمر يعني. المهم بقى قلعت كل الاكياس. الكوشن دي انا كنت جايباها من صفحة تانية غير الصفحة اللي انا جايبة منها. اول مرة هغسلها هي المرة دي. هقول لكم بقى يعني القماشة ديت حلوة فعلا في الغسيل ولا لا، هيبان بقى لما اغسلها. المهم ان انا هلم بقى كده كل الكوشن. الشكل القديم بتاع المخدات دوت هو شكل ركنتي القديمة اصلا قبل ما اجددها.
فهي كانت لونها اخضر كده فستقي، والكراسي كانت منقوشة بالوان النقشة اللي هي بتاعت المخدات دي. طبعا كان شكلها حلو، اللون الاخضر كان حلو، وستايل الركنة كان حلو، بس هي اتبهدلت جدا، كانت عايزة ان هي تتجدد، السفنج هبط، فكان لازم ان انا اجددها يعني. المهم بقى شفت اللون التاني شكله تحفة تحفة تحفة. طبعا الاسعار بالنسبة للاسعار الموجودة على الصفحات اسعار قليلة جدا. المهم بقى احنا هنلبس بقى كده الكوشن كلها، وخدت الركنة كلها كده تنفيضة سريعة بالمفرش اللي كان مفروش على الترابيزة. هقول لكم بقى ليه ما عملتهاش بالمكنسة زي ما بعملها على طول، عشان الأوضة دي بصوا قاعدين فيها ليل ونهار، الأوضة دي بتتنضف مرتين في اليوم أصلا، فاللي هو أنا نفضتها عشان أنا كل شوية ايدي فيها وبنضفها على طول. المهم بقى كده هاجي اكنس بقى السجادة بالمكنسة، تشفط كده بالمكنسة لو في اي حاجة، بتتكنس برضو يوميا بالمكنسة. شايفين بقى حمودي رايح جاي كده على الركنة. عايزه اقول لكم ان حمودي نزل الحضانة النهاردة، كان تاني يوم ليه، مصورين ان هو فيديو حلو قوي، ادخلوا شوفوه على التيك توك، تابعوني على كل المواقع بقى، تيك توك، انستجرام، فيس، يوتيوب، كل الصفحات اسمي فيها هاجر فولي. المهم بقى كنست كده بالمكنسة، هبتدي ان انا افرش المفرش تاني. وعايزة اسألكم بقى سؤال، طبعا انا بصوا مش طايقة لا السجادة ولا المفرش بتوع الركنة، حاساهم كده شكل مش مودرن كده، مش ماشي مع الركنة اصلا، ولا الكوشن بتاعتها ولا البراويزة اللي على الحيطة. فبصوا عقدة حياتي السجادة والمفرش ده. فانا طبعا عايزة اغيرهم، هم حلوين ومقضيين الغرض وكل حاجة، بس عايزة اجيب غيار تاني يكون حاجة مودرن كده اكتر. نزلت بقى اتفرجت كده على اشكال الحافظات، طبعا هقول لكم رايي فيها، ما عجبتنيش خالص الحافظات التركي دي، وحاساها مش عمليه خالص. فالحافظه اللي موجوده ديت غسيل وفرش زي ما بيقولوا، عمليه جدا، الظهر بتاعها عملي جدا. فانا هقول لكم رايي برضو في الفيديو الجاي، وهوريكم الحاجات اللي انا مصوراها. المهم بعد ما كنست بقى الحافظه كده بالمكنسه، ابتديت ان انا المع بقى الترابيزه بالملمع اللي هو بتاع الخشب. المهم بقى لمعها تلميعة سريعة كده، لانها على طول برضو بتتلمع، يعني على طول بوايبس بقى، اي حاجة يوقعوها على طول الوايبس جنبي بقوم ملمعة على طول. يعني انتوا كمان في الشتاء على طول خلي ايديكم في الشقة كنس بالمكنسة، كنس بالمقشة، تلميع، مش هتحتاجوا ان انتوا تمسحوا غير مرة كل شهر. طبعا الجو تلج جدا، ما يشجعش اصلا على مسيح ولا اي حاجة، بس انتي طول ما ايدك في الشقة وتكنسيها مش هتدي فرصة اصلا للتراب ان هو يتكون. المهم بقى شفتوا الرنل، شفتوا جمال الرنل، حاجة كده قمر قمر. على فكرة الألوان حلوة جدا، أنا شايفاها تمشي صيفي وشتوي. المهم بقى دوت الجريب بتاع المناديل، فيه برضو بيبقى فيه عروض كده فيها جرابات للرمود. بصوا بجد حاسه شكلها حلو جدا ومبهج جدا، وغير الاوضه تحسوا كده 180 درجه، تحسوا ان الاوضه نورت. ظبطت بقى كده الديكورات بتاعه الترابيزه بالشكل ده، وده كان الروتين بتاع النهارده. يا رب يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا بيه، وانتظروني في فيديو تاني جديد.